لأول مرة منذ 17 موسما يستعد فريق برشلونة لخوض منافسات الدوري الإسباني بدون خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي. وغادر اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عاما النادي الكتالوني بعد انتهاء مدة عقده في نهاية شهر يونيو الماضي. ورغم رغبة النادي في الاحتفاظ بأسطورته، فإن الوضع المالي المتدهور حاليا عرقل الاتفاق على أي عقد جديد، منهيا بذلك تجربة ثرية للبرغوث الأرجنتيني في النادي الكتالوني. وكان تأثير ميسي في ملعب الكامب نو هائلا، وهذا ما تثبته الأرقام القياسية المذهلة التي حطمها مع فريقه برشلونة. في هذا الفيديو سنذكر 9 من هذه الأرقام القياسية التي ربما ستبقى خالدة في تاريخ اللعبة. أولا، أكبر عدد من الأهداف في نادي واحد. بلغت الحصيلة النهائية للاعب ميسي مع فريق برشلونة 672 هدفا في 778 مباراة، وهذا يعني أن أي لاعب آخر يود تحقيق هذا الرقم سيحتاج للحفاظ على معدل تهديفي عال خلال كل مواسمه، ويبقى مع الفريق نفسه خلال كامل مسيرته. وهذا التفوق الواضح الذي يميز ميسي عن أبناء جيله يعود بالأساس إلى ولائه الكبير للنادي الذي ترعرع فيه وبدأ فيه مسيرة. في يومنا هذا. تاسعا، الترشح للكرة الذهبية في 11 مناسبة متتالية. حتى عندما لم يحصل ميسي على الكرة الذهبية كان دائما من أبرز المرشحين، حيث إنه لم يخرج من الثلاثي الذي بلغ المنافسات النهائية على هذا التتويج في 11 عاما متتاليا بين 2007 و2017، وهو ما يثبت استمراريته واستمرار مستواه. وتثبت هذه الأرقام
أن برشلونة لم يخسر فقط لاعبا أسطوريا اسمه ميسي، بل خسر اللاعب الأعظم في العالم. والآن يحاول جمهور البلوغرانا التعود على الحياة بدون نجمهم الأول، وينتظر برشلونة مهمة مستحيلة، وهي العثور على بديل لميسي. وفي الأخير أتمنى منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد.